حرقان في 100 عقبة ونادي بيراميدز بسبب إعلان اتصالات للنادي الأهلي. سيبك بقى من أي هري ممكن يتقال. جمهور نادي الزمالك جاي يقول لك العربية أم خطين حمر. نادي الأهلي أو شركة اتصالات كانت قاصدة بيها نادي الزمالك، اللي هي بتاعت الشخص اللي هو المجنون ومش عارف ايه. سيبك انت بقى من الأغنية وسيبك من الكلام ده كله. هم شوفوا هم تقريبا هم شوفوا هم بصوا لحد فين. يا عم ماشي، هنعتبر ده ماشي. طب بالنسبة لنادي بيراميدز، نادي بيراميدز اللي حول الاطفال اللي هي المدرسه، واللي معروفه من قديم الازل ان اليونيفورم بتاع اطفال او الطلاب بتاعه المدارس اللي هي الصغيره او اعدادي، او معروفه دايما اللي هو القميص اللي هو لونه سماوي. ده هم خدوه بقى على نفسهم فاكرين انتوا المباراه اللي كانت ما بين نادي بيراميدز وما بين النادي الاهلي، ونادي بيراميدز او جماهير نادي بيراميدز اللي راحت المباراه او راحت المدرجات وخدوا الوجبه وخدوا مش عارف ايه، وفي الاخر بعد المباراه راح جايين قالعين التيشيرت وراح جايين مشجعين الاهلي. هم بقى شايفين ان اللقطه دي بتفكرهم باليوم ده. بعد الاعلان عرفنا ان اعلام نادي الزمالك ونادي بيراميدز وجمهور نادي الزمالك، وطبعا كلنا عارفين ان مفيش جمهور لنادي بيراميدز، قلبينها مناحه لدرجه انك انت حاسس ان الاعلان فعلا اتعمل مخصوص عليهم هم. سيبك بقى من جو بقى شركة اتصالات، وسيبك وان هي ليها الحق ان هي تعمل في الاعلان اللي هي عايزاه، وان النادي الاهلي ما هو غير ان هو بينفذ الاعلانات. طبعا ده عقد الرعاية هو اللي بيقول كده. فطبعا نادي او شركة اتصالات لما تيجي تفكر ان هي فكرة اعلان هي اللي بتعملها، والنادي الاهلي بينفذ. وده اللي منصوص في عقد الرعاية ما بين نادي او ما بين شركة اتصالات مع النادي الاهلي. هما مشكلتهم وصلوا لمرحلة ان الاعلان ده يقصد بينا احنا، زي حوار بالظبط. جو اللائحة وجو مش عارف ايه، هيفضلوا طول عمرهم عايشين على جو المظلومية وجو المؤامرات وجو مش عارف ايه. زي موضوع اللائحة، اللوائح اللي هي اللي اتغيرت مخصوص عشان خاطرهم هم، مش عشان خاطر النادي الاهلي بس. النادي الاهلي هو اللي استفاد بيها عشان خاطر هم ما استفادوش بيها، واللائحة دي هم اللي مضوا عليها. واللائحه دي كانت بتنص على ان اي نادي، طبعا اي نادي، طبعا مع كلنا عارفين ان نادي الزمالك اكتر نادي بينسحب. فاللائحه بتقول ان المنسحب بيخسر نقط المباراه بس، انما اخر المباراه لا، او اخر الموسم لا. طبعا اللي استفاد بيها الموسم ده هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عمل حاجه وهو زي ما يكون دارسها وعارف هو بيعمل ايه، وفي نفس الوقت عارف هو هيرزعها ازاي. تمام. جمهور نادي الزمالك شايف ان التغيير حصل عشان خاطر النادي الاهلي، مع العلم مش ينفع يكون في لائحه موجوده او لوائح اتعملت من قبل الموسم تتغير في نص الموسم، والا هتبقى كارثه. هتبقى كارثه على اتحاد الكوره ورابطه الانديه ولجنه المسابقات وكل حاجه تخص المنظومه بتاعت كره القدم. تمام. فبالتالي هم ما لقوش حجه يقولوا لك ان اللائحه اتغيرت مخصوص عشانهم، لا، يقول لك ان انتوا غيرتوا اللوائح في التوقيت ده مخصوص عشان خاطر النادي الاهلي. ليه؟ عشان خاطر هم الموسم اللي فات اتخصم منهم 3 نقط بتوع المباراه و3 نقط اخر الموسم. وطبعا النادي الاهلي اول مره يعملها. فبالتالي وعلى فكره الموضوع لسه في ايد النادي الاهلي ان هو ممكن يصعد الموضوع، بس هو ده طريقه تفكير نادي الزمالك اللي زرع تقاوي مع جماهيره. يعني نادي الزمالك زرع تقاوي مع جماهيره كبرت لدرجه ان انت دلوقتي تحس ان فعلا ان الدوله كلها واقفه لمصلحه النادي الاهلي بس. سيبك بقى من ان هو ماشي صح، وسيبك بقى ان هو مش عارف ايه. يا راجل ده بيطلعوا المباراه بتاعت امبارح بتاعت البنك الاهلي ان النادي الاهلي اتجامل في 3/4 دقيقه او نص دقيقه. هم يعترفوا ان لما الحكم قال على 5 دقايق وقت بدل ضايع ان كان ساعتها حارس المرمى كان واقع على الارض. حارس المرمى كان واقع على الارض. وكمان لما جه الحارس يقوم راح جاي نادي البنك الاهلي عمل تغييره، فعدى تقريبا دقيقه ونص. عدى دقيقه ونص والحكم طلع في البرامج وقالها: انا
لما اديت الانذار للاعب البنك الاهلي، قلت للجهاز الفني بتاع البنك الاهلي ان من الاخر الخمس دقايق هيبتدوا من دلوقتي. هما كل الحكايه باصين ان الدقيقه ونص دولت من الخمس دقايق. طيب ما هو هتفضل تتكلم وهما مفيش هنا غير مؤامرات ومظلوميه فقط. فما تحاولش انك انت تقعد تبرر، سواء كان اعلام بقى، سواء كان لوائح، سواء كان مباراه، سواء مش، هما هيطلعوا في كل حاجه فيها عيب. دي الخلاصه اللي انا كنت حابب ان انا اقولها في الكلام بتاعي. ما تحاولش معاهم لانهم هما خلاص مسحين وحاطين الحاجه اللي هما اتربوا عليها من صغرهم، مؤامرات ومظلوميه.